يا مساء الفرحة والضحكة الحلوة. ازيكم يا أحلى أطفال؟ أنا ماما أسماء وجايلكم النهاردة بحكاية جميلة قوي من وقت القصة مع ماما أسماء. هنسافر بخيالنا ونعيش مع الأبطال ونتعلم حاجات حلوة. تعالوا نسمع القصة سوا ونشوف هنتعلم ايه النهاردة. عنوان القصة زئرد الديك الضخم ودرس التواضع. كان يا مكان في مزرعة مليانة ألوان وأصوات. كان في ديك ضخم واسمه زئرد. كان صوته عالي وريشه لامع وواقف دايما في نص المزرعة يفرد جناحاته، وكل الحيوانات كانت بتخاف منه. زئرد كان دايما يقوم الصبح ويقول: صباح الخير يا مزرعة، أنا زئرد أقوى ديك هنا ومحدش يقدر يعمل اللي أنا بعمله. زئرد كان شايف نفسه أحسن من كل الحيوانات، وكان بيمشي وهو رافع راسه ومبيردش على حد ولا يساعد حد، وكان مغرور قوي. وفي يوم حصلت مشكلة كبيرة، الباب بتاع الحظيرة اتقفل والحيوانات الصغيرة اتحبست جوه. كل الحيوانات حاولوا يفتحوا وزئرد حاول بقوته، خبط بمنقاره، ضرب بجناحه، لكن الباب ما فتحش. عدت حيوانات صغيرة وقالت: يا عمو زئرد، ممكن نجرب كلنا سوا؟ بالقوة والوحدة هنقدر. زئرد ضحك وقال: انتوا صغننين. لكن لما لقى نفسه مش هيقدر لوحده، نادى على كل الحيوانات علشان تساعده، ووقفوا كلهم واشتغلوا مع بعض. زئرد وقف مكسوف وقال: أنا كنت فاكر إن القوة كل حاجة، بس لولا تعاونكم مكنتش هعرف أعمل أي حاجة. أنا آسف بجد. العبرة يا حبايبي إن مهما كنا أقوياء، التواضع والتعاون أهم، والقوة الحقيقية مش في العضلات لكن في القلب الطيب والعقل اللي بيحترم الكل. استنوني في قصة جديدة في وقت القصة مع ماما أسماء. بحبكم كلكم، مع السلامة يا أحلى أطفال، تصبحوا على ألف خير.